انا دلوقتي واحده عايزه اتعلم الماني من A1 ل B2 عشان اقدر اشتغل. فتعالوا نشوف سعر الكورسات. الكورس الواحد في جوتا سعره بيتراوح من 2000 ل 3000 جنيه. فلو احنا عملنا حسبه بسيطه هنا نشوف التوتال هندفع كام، هيطلع لنا حوالي 12000 جنيه عشان تقدر تتعلم الماني عشان تروح تشتغل وتجمع فلوس. السلام عليكم، ده سكر بلوجز، وهنا انا بقول لك ازاي تقدر تسافر بره باقل تكلفه وازاي تقدر تتعلم اي لغه من البيت من غير ما تدفع ولا جنيه. فالنهارده هنتكلم عن الالماني. انا عارفه ان هو لغه مطلوبه قوي بما ان كل مرتبات الكول سنتر اغلى لغه فيها هي الالماني من ناحيه المرتب. في ناس تانية ممكن تفكر في الاوس بيلدونج ان انت تقدر تعمله في المانيا، ناس ثالثه ممكن تفكر في فرص الشغل اللي موجوده في الدول المتحدثه باللغه الالمانيه لان هم اعلى اقتصاد حاليا. فانا عارفه ان الموضوع مغري وانت فعلا عايز تتعلم، بس انت مش عايز تدفع اكتر من 12000 جنيه عشان تتعلم في كورس، وفي نفس الوقت انت مكسل ان انت مثلا تتعلم لوحدك في مصادر كتير انت مش عارف تبدا منين. ففي الفيديو ده انا هقول لك بالتفصيل ازاي تقدر تذاكر الالماني في 25 دقيقه بس. وطبعا مش محتاجه اقول ان كل المصادر مجانيه، فايا كان ايه السبب اللي انت بتتعلم عشانه ايه، في الفيديو ده انا هقول لك بالتفصيل ازاي تقدر تتعلم الالماني من البيت. وما تقلقش الفيديو ده مش زي الفيديوهات اللي شفتها قبل كده، احنا هنطبق الخطه مع بعض عملي في الفيديو ده. رقم 1 هيوغن، الاستماع. طيب يا سكر، دلوقتي انا هسمع ايه لان انا بزهق جدا من الفيديوهات التعليميه والبودكاست اللي بيبقى شكله عامل كده. بس عشان فعلا تاخدوا اقصى استفاده من الاستماع هقول لكم على حاجات لكل مستوى. بالنسبه لو انت لسه بتبدا من مستوى A1 ل A2 اكتر قناه هنصحك بيها هي ايزي جيرمان. اشمعنى ايزي جيرمان؟ هوريكم. هنلاقي ان هم عندهم حاجه لذيذه قوي في البلاي ليست، واحده اسمها سلو جيرمان بلاي ليست. اول حاجه هتاخدوا بالكم منها ان هم بيتكلموا فعلا ببطء جدا بحيث ان انتوا تلقطوا الكلام. تاني احلى حاجه بالنسبه لي ان الكلام ده كله بيبقى متصور من الشارع، فانتوا حرفيا بتبقوا شايفين ثقافه مختلفه. الفيديو مش تعليمي ممل حد قاعد بيديلكم درس مثلا او كده، لا انتوا عمالين تشوفوا المان بيتكلموا مع بعض بس ببطء، فانتوا عارفين تتعلموا. تالت اكتر حاجه بحبها في القناه دي ان هم بيكتبوا سبتايتلز بالجيرمان تحتها على طول الترجمه بالانجلش، فانتوا بتسمعوا انتوا مش محتاجين ان انتوا تترجموا، انتوا فاهمين انتوا بتسمعوا ايه، عمالين تلقطوا الكلمات لان هم فعلا بيتكلموا ببطء. هل انا لازم اسمع القناه دي بس لو انا لسه في مستوى A1 او A2؟ اوعى تعمل كده. انت اصلا محتاج ان انت عشان تتعلم لغه ان انت فعلا تتعرف عليها، ان انت تحبها، ان انت تتفرج على فيديوهات في المجال اللي انت بتحبها. فكل الفكره ان انت بتركز على نوع الفيديوهات اللي بيتكلموا بالراحه بحيث ان انت ما تحسش ان الموضوع صعب قوي او كده، انت بس بتبقى فاهم والفيديو لذيذ في الاخر. انت ما حدش بيديلك درس جرامر مثلا. لو انت في مستوى من B1 ل B2 اللي هو اتعرفت على اللغه، اتعرفت على الجرامر بتاعها كل ده وبتعرف تتكلم، لسه مش فلوينت بس انت بتعرف تتكلم، فهقول لكم على قناتي شخصيا المفضله اللي انا بجد بسهر عليها بالليل، اللي هو دي القناه اللي انا ممكن اسهر عليها. اسمها هاند فاكس كونست. اسمها هاند فاكس كونست. هي من الاخر بتجيب لكم فيديوهات كل حاجه بتتعمل فروم سكراتش، ازاي يعني ازاي الكيكه بتتعمل من الاول خالص، وكل ده بيبقى بالالماني وفيديو بيبقى لذيذ بالنسبه انا بحب الحاجات دي يعني. نو جادجمنت. هقول لكم قنوات تانية عشان دي لو مش عاجباكم. فاول مرحله اللي هي مرحله الاستماع، كل اللي عايزاه منك هو 10 دقائق تركز على فيديو واحد تسمعه كويس جدا وتستمتع بيه. هتفرج على اول 10 دقائق من الفيديو ده من قناه سوبر جيرمان، والمستوى الفيديو بيتسواي. كده خلونا نخش على المرحله اللي بعدها اللي هيتجمع فيها تحسين النطق، كلمات جديده، وطريقه اللغه، الشادوينج. فممكن كتير منكم يكون سمع الكلمه دي قبل كده، الشادوينج اللي هو اعيد ورا الفيديو او كده، بس هي الميزه ان احنا في الفيديو ده هنعمل الشادوينج مع بعض بحيث ان انتم ما تتوهوش وتعرفوا انتوا فعلا تعملوه ازاي. فيلا نختار فيديو. هناخد اول 10 دقائق من الفيديو ده. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du dabei bist. Heute geht's um eine Frage, die viele immer wieder beschäftigt. Wie kann ich besser sprechen lernen? Aber genau diese Einfachheit macht diesen Tipp so kraftvoll. Spiegel und erzähl laut, was du heute machst, was du gerade denkst. ثالث مرحلة وهي مرحلة المفضلة، الشغايبن أو الكتابة. وفي المرحلة دي أنت هتلخص الفيديو اللي أنت شفته واتكلمت اللي هو عملت عليه شادوينج قبل كده، هنلخصه في كام جملة بسيطين. كام جملة بسيطة. دلوقتي تعالوا نشوف لو أنا كتبت على الفيديو هياخد مني قد إيه. بعد ما خلصت الشادوينج هنبدأ في الشغايبن أو الكتابة. جبت الترانسكريبت بتاع الفيديو اللي هو اللي اتقال في الفيديو يعني،
واختار منه كام كلمة عشان اكتبهم زي الكومبريهنشن اللي كنا بنكتبها ايام المدرسة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. انا خدت حوالي 4 دقايق عشان اكتب، فتعالوا دلوقتي ندخل على تشات جي بي تي ندخل الكلام ده يريت الموضوع الليفل بتاعه ايه ويقول لنا لو في اي غلطات. ده تشات جي بي تي عمال يصحح لو في اي غلطات، وكمان بيشرح لي القاعده ايه عشان اقدر اطور منها. قال لي tips for improvement والريتنج من A2 ل B1، فمش وحش. هو بيقول لي ان توصيل الفكره كويس، بس مشكلتي ان الجرامر لسه في مستوى A2، ده معناه ان انا محتاجه اطور الجرامر ل B1. المرحله دي ممكن نقول ان هي تاخد منك حوالي 5 دقايق، هتحاول تعبر عن الفيديو بطريقتك ايا كان مستواك ايه. فتقول لي دلوقتي لو انا لسه بادئ في اللغه، لسه ما بعرفش اكتب اي جمل، ازاي هقدر اوصف فيديو؟ فهقول لك ان انت بتعمل ده بجمل بسيطه جدا، حرفيا انت هتجمع كلمات مع بعض. خلونا نديلكم مثال. لو انت عايز تقول انك بتاكل التفاحه عندك طريقتين. لو لسه بتبدا في اللغه هتقول ich esse einen Apfel، انا باكل التفاحه. لو عايزين نتقدم شويه ممكن نقول ich esse einen roten leckeren Apfel، انا باكل التفاحه اللي لونها احمر اللي طعمها حلو. الموضوع كله ان انت بتعبر عن افكارك بشكل اوضح وتفاصيل اكتر. رقم 4 والاخير واهم حاجه للشغل وللسفر، السبريشن، التحدث. دلوقتي انت مشيت على الخطه كويس جدا وكل حاجه ماشيه كويس لحد الاشبغاشن. هتقولي دلوقتي انا هتكلم مع مين؟ انا ما عنديش حد اتدرب معايا على الالماني، انا مش عايزه اروح اخد كورس الشبراخ كورس اللي انت تروح تتكلم مع ترينر او كده مبالغ محترمه. فدلوقتي انا هعمل ايه طالما ما عنديش حد اتكلم معاه؟ فانا عندي حل، او في الحقيقه عندي 3 حلول وانت اختار الانسب لك. هقول لكم ميزات وعيوب كل طريقه. رقم 1 كانت ابلكيشن اسمه هالو توك، ده ان انت بتروح تتكلم مع اجانب او تتكلم مع ناس من لغات تانية. هو هدف الابليكيشن اصلا التبادل الثقافي وتبادل اللغات. فانا عن نفسي كنت بتكلم من فتره مع بنت اوكرانيه، كنا احنا الاثنين عايزين نطور الالماني، كنا بنقعد نتكلم في مواضيع مختلفه، وممكن تتكلم تشات او كول، اي حاجه انت عايزها، وتتكلم في اي موضوع انت عايزه. انا وهي كنا عاملين بروجرام ان احنا مثلا لو بنتكلم 3 ايام في الاسبوع، كنا كل يوم من دول بنتكلم عن موضوع. كنا بنتفق قبلها احنا هنتكلم يوم الاربعاء عن الجو، تمام، نحضر كل الفوكاب اللي احنا عايزينها. سواء انت مستواك مبتدئ او انترميديت تقدر تتكلم عن نفس التوبيك، بس الفوكاب هتختلف، ممكن بدل ما تختار الكلمه دي تختار الكلمه دي. فمن الاخر ان انت نفس التوبيك تقدر تستخدم له كلمات ادفانسد اكتر او اقل صعوبه اكتر حسب مستواك. ولو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس.